في ناس حوالينا كل سنة بتخرج بنجاحات كتير جدا وبتستعد لنجاحات اكتر في العام الجديد، وفي ناس تانية غالبا انت واحد منهم بيحسوا ان هي دايرة بتفضل تلف بيهم ما فيهاش حاجة جديدة وما فيهاش اي استفادة جديدة. وعلشان كده انا قررت احل لكم المشكلة دي واقول لكم بقى ايه السر اللي بيخليني كل سنة بنجح اكتر من السنة اللي قبلها. وكمان يا صديقي في اخر الحلقة دي جايب لكم هدية جامدة جدا، فكل المطلوب منك دلوقتي انك تصلي على النبي وتتابع الحلقة دي للنهاية. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم ان احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش عليا باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وخليني على طول يا صديقي ما اضيعش وقت واقول لك ايه السر اللي بيخليني كل سنه انجح من السنه اللي قبلها. بكل بساطه يا صديقي ان السر ده هو اني بقدر اخطط كويس للعام قبل ما يبدا، فمش بمشي كده بشكل عشوائي، لا انا ببقى عارف كويس كل شهر في ال 12 شهر اللي انا داخل عليهم دول هعمل فيهم ايه بالظبط، وهخرج من كل شهر محقق انجازات ايه وبستعد للانجاز ايه، فبقدر اعمل اغلب الحاجات اللي كنت عايز اعملها، بوصل لاغلب النجاحات اللي عايز اوصل لها، انتاجيتي بتزيد وخبراتي بتزيد، وبالتالي كل ده بيؤدي ان انا بنجح كل سنه اكتر من السنه اللي قبلها. يعني انت عايز تفهمني يا طارق ان التخطيط للعام الجديد مهم قوي كده ويعمل الفرق الفظيع ده؟ ايوه يا صديقي واكتر كمان. في مقوله صديقي بتقول لك ان عدم التخطيط هو تخطيط لكنه تخطيط للفشل. يعني معنى ان انت ما قعدتش وخططت فانت بتهيألك ان انت ما خططتش، لكن انت كده في ارض الواقع انت كده بتعمل خطه انك تفشل. وفي احصائيه بتقول ان 92% من الناس اللي بيفشلوا في قراراتهم هي انهم مش بيخططوا لاي قرار من القرارات دي، وللاسف يا صديقي انت غالبا واحد من ال 92% دول. خليني كده اشارك معاك قصتي سريعا ازاي دخلت عالم التخطيط ده. انا صديقي كنت عايش في الدايره اللي بقول لك عليها، ان انا حاسس ان كل سنه هي نفس السنه اللي قبلها ومفيش فيها اي جديد، يا دوب كانت 2022 بقت 2023 او 2023 بقت 2024 وهكذا. لكن انا نفس الشخص بنفس الخبرات، يمكن الفرق الوحيد ان انا كنت مثلا في اولى كليه بقيت في ثانيه كليه وهكذا، لكن مش شايف في حياتي نجاح ملموس. ببقى عايز اعمل حاجات في السنه وبعد كده بتخلص السنه وبتطير مني والاقي نفسي ما عملتش اي حاجه، لغايه ما في يوم من الايام لقيت في كورس موجود للتخطيط والتنظيم للعام الجديد، ولقيت ان سعره مبالغ فيه حبتين، لكن اللي عامل الكورس ده وعدني ان انا بعد الكورس ده حياتي فعلا هتختلف. وبالفعل يا صديقي دفعت الفلوس وخدت الكورس واتعلمت فيها ازاي ارتب اولوياتي وازاي اعمل خطه جديده للسنه اللي انا داخل عليها بشكل فعلي وحقيقي، مش كلام كده في الهوا وفي الاخر الاقي نفسي مش قادر اعمله. وفهمني ازاي اخطط بجد للسنه دي خطوه بخطوه بشكل عملي وفعال. ولما خلصت الكورس ده بدات بقى اطبق على حياتي، فكانت النتيجه يا صديقي الشخص اللي انت شايفه قدامك دلوقتي. هتلاقيني دلوقتي يا صديقي قادر ان انا اشتغل، وفي نفس الوقت هتلاقي كل يوم في فيديو جديد بينزل هنا على القناه، سواء فيديو طويل او شورت، وهتلاقيني كمان بنزل محتوى على منصات تانية زي الفيسبوك والانستجرام وتليجرام والواتساب، كل ده بنزل عليه بشكل يومي تقريبا. وفوق كل ده بعمل مسؤولياتي، وكمان بقدر اروح سفرياتي، وكمان فوق كل ده كله قادر اعيش حياتي واتبسط واخرج واتفسح. ازاي بقى قادر اعمل المعادله دي كلها وكل الحاجات دي اعملها في نفس الوقت؟ عن طريق ان انا قادر اخطط صح للعام بتاعي ولحياتي عامه. ده غير بقى صديقي ان انا ادركت مع الوقت اهميه وضع خطه بجد حقيقيه بايدك، ان هي مش تبقى مجرد بس خطط في دماغك، لان الخطط اللي في الدماغ بتتبخر وبتتنسى مع الوقت. ولو انت حاطط مثلا 10 اهداف مع الوقت هتلاقي نفسك فاكر 3 او 4 وبتحاول تفتكر الباقي. ده غير كمان ان انا لما بدات كده اجيب نوته او ورقه او قلم كده وابدا اكتب عليها الاهداف، كل مره بعمل صح بحس ان انا متحفز عايز اعمل صح المهمه اللي بعدها والمهمه اللي بعدها والمهمه اللي بعدها. والموضوع ده صديقي مهم جدا ومفيد جدا للناس المشتته اللي وراها اكتر من مليون حاجه ومش عارفه تنجز فيهم اي حاجه، والناس التانية اللي بتحس ان هي حياتها فاضيه جدا وما فيهاش اي حاجه يفتخروا بيها، او مش قادرين يعملوا اي انجاز في حياتهم يحسوا ان هم عايشين على الاقل. كل ده صديقي واكتر لقيت الحل بتاعه لما بدات اخطط للعام بتاعي الجديد وانظم اولوياتي وارتب وقتي. طب تعالى كمان يا صديقي اقول لك شويه فوائد عمليه للتخطيط. اول حاجه اهدافك بتبقى واضحه، لما بتكتب اهدافك قدام عينيك بتبقى اهدافك دي واضحه وعارف كويس انت تقدر تنفذها ازاي. زي الفرق انك تقول في دماغك انا نفسي ابقى بقرا كتب، وانك بقى تجيب ورقه وقلم وتكتب انا عايز اقرا 3 كتب خلال شهر، والثلاث كتب دول هم 1 2 3، والديدلاين بتاعهم او الوقت اللي هخلصهم فيه هو ان ده هيخلص في 10 ايام وده هيخلص في 10 ايام وده هيخلص في 10 ايام. انت كده اهدافك واضحه قدامك وصريحه وعارف ازاي تعملها. تاني ميزه
ميزه حقيقيه يا صديقي هي زياده الانتاجيه. الدراسات بتقول ان الناس اللي بتعمل خطط في حياتها انتاجيتهم بتزيد بنسبه 30%. فالتخطيط يا صديقي بيساعد ان انت تزود انتاجيتك وتبطل بقى تسويف. وتالت ميزه عمليه ان التخطيط بيخفف من الضغط النفسي عليك. لما بتبقى عارف كويس ايه الحاجات المطلوبه منك وبتعملها، ده بيقلل جدا من التوتر اللي عليك، لانك ما بتقعدش بقى تضيع وقتك وتفكر هو انا كان عليا ايه ونسيت ايه، طب ده هعمله امتى. لا، انت مخطط وعارف كل حاجه، فما فيش اصلا مجال انك تتوتر. وبتحس بشكل اكبر انك قادر تسيطر على يومك، فاحساس الخوف والقلق بيقل لان الحاجه خلاص بقت بين ايديك وانت قادر تتحكم فيها صح. ده غير طبعا رابع ميزه ان انت بتحس بالانجاز، لانك يا صديقي زي ما قلت لك كل ما بتحط هدف وبتعمل عليه علامه صح انت بتحس بالانجاز وبتحس ان انت بقيت شخص انجح لانك قدرت تعمل حاجه من اللي وراك. فتلاقي الشعور جواك انك عايز تعمل صح لكل الاهداف دي بيعلى جدا، وبتتحمس اكتر، يلا اعمل اللي بعده واعمل اللي بعده. فده بيحفزك بشكل كبير انك تنجح اكتر واكتر وتحقق اهداف اكتر. طب دلوقتي يا طارق انت حمستني جدا، وانا دلوقتي عايز ابدا فعلا اخطط للسنه الجديده، اعمل ايه؟ هي دي بقى يا صديقي المفاجاه اللي انا اعملها لكم النهارده. انا كل سنه يا صديقي بعمل مجموعه من السيشنز اللي بدرب فيها الناس ازاي تقدروا تخططوا للعام الجديد وترتبوا اولوياتكم. لكني قررت بقى يا صديقي السنه دي اعمل حاجه جديده، وهي ان انا بدل ما كنت بعمل سيشن واحده اجمع فيها ناس كتير وابدا اتكلم معاهم، لا انا مش هعمل كده. انا هقعد مع كل واحد فيهم لوحده. يعني انت يا صديقي لو مقرر السنه دي تبدا تخطط للعام الجديد، انا وانت هنقعد مع بعض ونخطط سوا للعام الجديد، وهساعدك ازاي تخطط للعام ده خطوه بخطوه، وازاي ترتب اولوياتك، وهقول لك على ادوات تساعدك. ولانك يا صديقي ومتابعني هنا، عامل لكل الناس اللي متابعاني على اي بلاتفورم ليا سواء انستجرام يوتيوب او اي حاجه تخفيض 70%. يعني حرفيا يا صديقي كل ده هتقدر تعمله مثلا ب8 سندوتش شاورما، وشاورما صغير كمان مش الشاورما الدبل. لو عايز تحجز معانا بقى صديقي الجلسه دي ونقعد مع بعض لمده ساعه نخطط لعامك الجديد خطوه بخطوه بحوالي 50-60 جنيه، الموضوع ان شاء الله انا هعمل لك التخفيض ان هو ما يعديش الرقم ده. تقدر تحجز معايا واتساب عن طريق الرقم ده، او على التليجرام على نفس الرقم، او ممكن يا صديقي تتواصل معايا على الانستجرام ده. يبقى دلوقتي الرقم ده تقدر تتواصل بيه واتساب او تليجرام، واليوزر نيم اللي قدامك ده لو بحثت فيه على الانستجرام هتلاقي الاكونت بتاعي، ادخل واسالني على التفاصيل واحجز معايا. وزي ما قلت لكم التخفيض هيوصل ل 70% للناس اللي متابعيني، وان شاء الله مش هيتجاوز ال 60 جنيه، وهتقدر تدفعهم انستا باي او فودافون كاش. هسهل لك الدنيا خالص. وربنا يعينك يا صديقي ويوفقك في كل اللي جاي. شكرا يا صديقي انك كملت الحلقه دي للنهايه، واتمنى فعلا تكون استفدت من الحلقه دي وتقرر فعلا انك تبدا تخطط للعام الجديد بعد ما عرفت اهميته وازاي فعلا قدر يغير حياتي. واتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك، وعملت لي سبسكرايب جميل زيك، وفعلت زرار الجرس عشان الجديد دايما مفيد. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه دي للنهايه. اتمنى يا صديقي تكون الحلقه دي لطيفه وخفيفه، تكونوا اتبسطتم واستفدتم. كان معاكم طارق صادق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.